هذا البرنامج برعاية سوداني. زيوت بترولين الأفضل لأنها المصدر. ندخل مباشرة إلى الاستوديو التحليلي. اليوم يتم تقسيم الاستوديو التحليلي إلى جانبين. في جانب منه نتحدث عن انطلاقة البطولات الأفريقية للأندية المشاركة في البطولتين الأفريقيتين. 3 أندية تبدأ في الدور التمهيدي، هي الهلال والمريخ، والمريخ والهلال في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، والخرطوم الوطني يبدأ في كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. ثم بعد ذلك أهلي شندي يبدأ في الدور الأول إن شاء الله في كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. الجانب الثاني بطولة السوداني للدوري الممتاز. يسرنا أن يتواصل ويواصل معنا المحلل تلفزيون السودان الكابتن محمد عطا. أهلا بك كابتن محمد عطا. مرحبا بك أستاذ رضا ومرحبا بالسادة المشاهدين. أهلا بك. نبدأ بالمشاركات الأفريقية. البداية ستكون بفريق الخرطوم الوطني الذي أكمل تحضيراته لاستضافة فريق باور ديناموز الزامبي مساء غد السبت باستاد الخرطوم في ذهاب تمهيدي كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا حقيقة قبل ما أبدأ في الدوري الأفريقي سعيد بالبداية المشرفة لمستقبل واعد بقرعة الناشئين، وحزين لأنه ما في رعاية لهذا الدوري. أتمنى من الشركات انها تهتم برعايه، طبعا في رعايه من الحكومه واضح، ووجود شركه السوداني برضو شيء جميل. موجوده معناته المفروض ترى هي طارق حمزه كان موجود، الباشمهندس طارق حمزه. اتمنى انه يكون في اهتمام اكبر يعني من كل المؤسسات بالناشئين. البطوله الافريقيه باذن الله طبعا يعني ستنطلق البطوله الافريقيه الكونفدراليه ودوري الابطال. احنا عندنا الاهلي شندي تخطى هذا الدور مباشرة. الخرطوم الوطني حيلعب بيوم السبت إن شاء الله، والمريخ الأحد عصر الأحد، والهلال في المساء. بالنسبة للخرطوم الوطني طبعا كان تحدثنا يعني من قبل عن القرعة ومسارة، وحتى زي ما شايفين قدامنا الخرطوم الوطني بيلعب اليوم مع باور ديناموز طبعا من زامبيا. وفريق الزامبي يمكن فريقه يتبع لشركة كبر بيلت للطاقة. فريق كان بطل لكأس أفريقيا في سنة 91، يعني عاد من جديد للواجهة الأفريقية في المشاركات، لكن يعتبر من فرق المقدمة في زامبيا. زامبيا معروف عنها انها دائما يعني بتفرخ اللاعبين للقارة الأفريقية، وحتى محترفين عندهم يعني كثرة، لكن ما في اوروبا، يعني دائما بينتشروا في قاره في افريقيا واسيا بالذات. نعم. فريق باور ديناموز يمكن من اللاعبين المعروفين لديهم، كلهم لاعبين شباب، لكن عندهم لاعب مميز اللي هو سايمون بواليا. تقريبا من اسره كالوشا بواليا، انا ما اعرف هل هو اخوه ولا من الاسره يحمل الاسم. المتأهل من هذه المباراة حيلاقي الغالب من بوليسي زنزبار، وفريق موانانا من الجابون من ليبرفيل. طبعا بالمقابل في اورلاندو بايرتس اللي هو جنوب افريقي، وفريق الضرايب الكمبالي، وفريق سانت ميشيل من مدغشقر. طيب بالنسبه للخرطوم الوطني احنا عارفين طبعا الان فريق الخرطوم الوطني بيلعب في دوري السوداني الممتاز. احنا في لعب تقريبا 4 مباريات. فريق الخرطوم عمل معسكر في القاهره في فتره الاستعداد والاعداد للموسم الجديد. لعب 4 مباريات، لعب مع المرغني كسلة فاز عليه 2-0، تعادل في الاسبوع الثاني والثالث امام الاهلي مدني في مدني، وامام الهلال في استاد الخرطوم، ثم خسر من الرابطه كوستي 0-1. تراجع للمركز السابع، وتراجع للمركز السابع، واحد من الانديه اللي تراجعت في المستوى. احنا عاده نتحدث يعني عن مستوى كان يعني في الاسبوع الثالث بالنسبه للخرطوم الوطني اللي هو لم يخسر، لكن جاءت مباراه الرابطه وخسر فيها المره الاولى. طبعا قد يكون الاستعداد للمباراه الافريقيه يعني ضغط على اللاعبين وخسروا المباراه، بالرغم انه المباراه كان يعني الاحتمال ما شفناها، لكن وسائل الاعلام ومن حديث المدربين واضح انه كان فريق الخرطوم الوطني قدم فيها مباراه كبيره، لكن واجهته نفس المشكله اللي بتواجهه منذ بدايه الموسم اللي هي احراز الاهداف. يعني في مباراته امام الهلال فريق الخرطوم كان هو الافضل،
في الاسبوع الثالث، وكان يمكن ان يفوز على الهلال، لكن يعني الفرص اللي اتيحت للمهاجمين، المهاجم داوود كاميلو، ومن بعده كان فيه هشام المناقل ومع زلجوز على الجانب الايسر ودومينيك ابوي، لكن كان الاداء افضل في وسط الملعب. يعني فريق الخرطوم بيتميز انه يستطيع انه يستحوذ على الكره بشكل مميز في وسط الملعب عن طريق جون ارسر وقلق وصلاح الامير، لكن مشكلته الاساسيه هي احراز الاهداف، وده واضح انه هم احرزوا هدفين فقط في المره انكسر في بدايه الدوري، واحد منهم كان من مخالفه خارج منطقه الجزاء احرزها اللاعب بدر الدين قلق. بالمقابل استقبل الشباك هدف وحيد، اللي هو الهدف اللي خسر به مباراته في الاسبوع الماضي امام الرابطه كوستي. فريق الخرطوم عنده لاعبين مميزين، عنده مدرب ذكي جدا ويعلم يعني امكانيات اللاعبين ويستطيع انه يوظفها بالشكل المطلوب. انا حضرت له مؤتمر صحفي كان يتحدث عن ثقته في لعيبته، انهم يعني بيتعلموا بسرعه، وداك واسي ابيا طبعا اللي هو المدرب منتخب الغاني السابق، وقدم مع الخرطوم الوطني حتى الان مستويات رائعه في كيفيه الانتشار الجيد، الاستحواذ، تبادل المراكز، التمرير السهل من اللاعبين، التحركات كانت سليمه. فريق الخرطوم يستطيع يعني واحد من الافضل الفرق، انا في رايي الشخصي انه اللي شاهدتهم حتى الان في دوري سوداني ممتاز، من افضل الفرق اللي بيبحث عن الكره عندما يفقدها، يعني استخلاص الكره بيتم عن طريق اللاعبين بالضغط على الكره. مباراة الغد. طيب مباراته امام باور دينامو زي ما قلت لك دي كلها امكانيات ممكن تساعد الفريق الخرطوم الوطني انه يجيد الاستحواذ. عنده لعيبه وسط مميزين زي قلق وصلاح الامير، عنده عناصر هجوميه مع زلجوز ودومينيك ابوي وداوود كاميلو، لكن كان مشكلته في احراز الاهداف. افتكر انه وجود مدرب زي كواسي ابيا ممكن يكون اضافه للفريق الخرطوم، يعني تظهر بصمته بشكل افضل في البطوله الافريقيه. صحيح انه المباريات الضاغطه كانت في الاربع اسابيع الماضيه ممكن يكون لها تاثير سلبي على مستوى الراحه عند لاعبي الخرطوم الوطني، لكن من خلال المستويات اللي بيقدموها كل الانديه فريق الخرطوم هو الافضل من ناحيه بدنيه، يعني من ناحيه بدنيه الخرطوم الوطني هو الافضل. فانا في رايي انه هي المباراه ممكن تكون لصالح الخرطوم الوطني من هذه الجوانب الايجابيه. البطوله الافريقيه معروف عنها طبعا انها بتلعب بنظام الذهاب والاياب، بنظام خروج المهزوم، وفيها الهدف في ارض الخصم دائما يعني بيكون لصالح الفريق اللي بيحرز في ارض الخصم خارج ارضه، فلذلك الحذر مهم. يعني فريق الخرطوم الوطني الان هو مطالب بانه لابد ان يحرز عدد من الاهداف يسهل مهمته، كذلك يمنع الفريق الزامي من الوصول لمرماه. انا اعتقد انه الوصول لمرمى الخرطوم الوطني هو الهدف الاساسي في هذه المباراه، يجب ان يكون الهدف الاساسي هو منع باور دينوز من الوصول لمرمى الخرطوم. ليه؟ لأن المباراه القادمه اذا انتهت النتيجه بتعادل 0-0 حتصعب المهمه على فريق باور دينوز في زامبيا، لكن اي هدف في مرمى الخرطوم ممكن يشكل خطوره حتى اذا فاز الخرطوم الوطني. الخرطوم الوطني الان اكتسب قاعده جماهيريه كبيره بالمستوى اللي قدمه بالذات في مباراه الهلال، لكن مطالب اللاعبين بانه يكون عندهم شجاعه اكثر، يعني يقللوا من التمرير خارج منطقه الجزاء. من فتره مرحله بناء الهجمات يجب ان يكون في تحول سريع لمرحله التطوير والانهاء، بالتوفيق للخرطوم الوطني. بالتوفيق. كاميرا عالم الرياضه تابعت تحضيرات الخرطوم كما شاهدتم قبل قليل، التقت بمجلس الاداره الممثل في الكابتن فؤاد نقة والمدير الفني كواسي ابيا. نرحب بالتلفزيون القومي ودائما وقفاته مع الانديه اللي بتمثل السودان، ونرحب بالمشاهد العزيز. حقيقه الترتيبات اصلا بدات من بدايه الدوري، لانه المباراه هي واقعه في بدايات الدوري، يمكن بعد 4 مباريات فعلا، هي يوم 14 السبت القادم، والحمد لله تم المعسكر في القاهره لفتره 3 أسابيع، ولعب الفريق عدة مباريات تحضيرية في القاهرة مع أندية الممتاز بجمهورية مصر العربية، ومنها دخلنا في مباريات الدوري الممتاز، وكانت أنا أعتقد كل الفترة الإعدادية والأربع مباريات الأولى يعني تأهيل جيد جدا للفريق لمنافسة الكونفدرالية، واللي نتمنى إنه إن شاء الله يعني يقدم مستوى كويس ونتيجة طيبة
تأهلوا للانتقال للمرحلة الثانية. حقيقة من ناحية الاستعداد جماهيريا يعني قمنا باتصال بكل روابط المشجعين في العاصمة وكل مريدي ومشجعين هذا الخرطوم الوطني، وبالناشد كمان كل الجمهور الرياضي انه يغيف مع الفريق في مباراته القادمة اللي هي حتكون المعبر الأساسي للمرحلة الثانية إن شاء الله. Asua, where I go here January 6th, and I'll say I'll be with the team for 1 month and a week now. حضرت للسودان ولي 5 أسابيع مع فريق الخرطوم الوطني، وكنا في القاهرة عملنا تحضير للإعداد بالنسبة للموسم، ولكن هو كثير من الأشياء اللي قدمناها للعيبة على المستوى بتاع التدريب، وهم بيتعلموا بصورة سريعة وقراراتهم أصبحت سريعة في تنفيذ الجمل البسيطة المعمولة، وهو ما بالشيء الهين لكن إنهم عملوا اللي عليهم، وأتمنى إنه نمشي في طريق أحسن. هو ما زال أمامنا كثير من العمل بالنسبة للفرقة، وعند حضوره للسودان هو وجد اللاعبين الموجودين في الفريق دول هم اللعيبة سجلوا في كشف الفريق، وما عليه إلا التعامل مع اللعيبة الموجودة. لكن اللعب في الكونفدرالية لا يعني تمثيل الفريق الخرطوم الوطني، ولكن يعني السودان كبلد، وهو ما بمعناه إنه أي إنسان يرتدي الفانيلا ينتمي إلى فريق الوطني، لكن ينتمي إلى السودان كأجمع. نتمنى إنهم هم يعني يبذلوا قصارى جهدهم على أساس إنه يحققوا انتصار كبير. جنبات الملعب يكون فريق الخرطوم أكثر خطورة. عبد الحميد السعودي يحول كرة والآن في وضع هجومي، كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء وركلة جزاء، ركلة جزاء لصالح فريق الخرطوم، ركلة جزاء في البدايات الدقيقة الثامنة. شوف إعادة في اللقطة، كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، حاول ينطلق عليه المهاجم الآخر في فريق الخرطوم عبد الرحمن كورونغو، يتعرض للعرقلة وركلة جزاء ينفذ صلاح الأمير. صلاح الأمير هو من سينفذ ركلة الجزاء، وإن شاء الله تكون البداية في التسجيل. صلاح الأمير يتقدم، جول هدف أول لفريق الخرطوم، الهدف الأول لفريق الخرطوم في الدقيقة 9 من انطلاقة هذه المباراة. إذا الخرطوم يبدأ بالتسجيل في وقت مبكر، والجماهير على قلتها، ولكن هي على السياج يعني تشجع وتؤازر على قلتها، تتابع هذه المباراة وتتمنى الأهداف، وبالفعل الهدف الأول يأتي من صلاح الأمير، ولكن البقية التي تلعب داخل الملعب تقدم بامتياز. كرة في الجهة اليمنى خطيرة لصالح فريق الخرطوم عكسية داخل منطقة الجزاء، فرصة جول، عبد الحميد السعودي يسجل الهدف الثاني بيسارية قاطعة في مرمى عبد الحكيم. الكرة كانت معكوسة من الجهة اليمنى، انطلاقة كانت من لاعب الطرف الأيمن اللاعب كايا، انطلاق الكرة عكس داخل منطقة الجزاء. شوف انطلاقة كايا في إعادة اللقطة، كايا مرة من لاعب الطرف الأيمن وعكس كرة أمام المدافعين. عبد الحميد السعودي يضع الكرة في المرمى، هدف جميل وهدف رائع وهدف ثاني وهدف يجعل الجماهير تنتشي على المدرجات. يلا يا شباب الخرطوم. التمنيات لفريق الخرطوم الوطني ممثل السودان في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بتحقيق نتيجة بعددية وافرة من الأهداف تسهم في تأهل الفريق إلى الدور الأول من كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قبل لقاء الإياب بزامبيا. بعد هذا الفاصل ندخل إلى المريخ في تنزانيا. هيثم كمان
المريخ شد الرحال إلى تنزانيا ووصل بالسلامة إلى هناك ظهر الأمس لملاقاة عزام التنزاني في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم عصر بعد غد الأحد. كابتن محمد عطا، حديث عن مباراة عزام والمريخ. طيب بالنسبة للمريخ، طبعا المريخ حيلعب مباراته الأولى خارج أرضه في تنزانيا أمام فريق طموح. هذا الفريق تكون في 2007، بدايته كانت في 2007. رئيس النادي أبو بكر بخريسة كان هدفه أنه يبحث عن نجوم جدد في القارة الأفريقية أو في تنزانيا. لما لقى الفريق ماشي في تطور صعد للدوري الدرجة الممتازة في 2009 وأحرز المركز الثالث، يعني أشبه بأهل شندي عندنا هنا في السودان. رئيس النادي واحد من أكبر المستثمرين في أفريقيا وعنده كثير من الشركات، وهذه الشركات يعني يتم التخطيط لتطوير النادي من خلال استثمارات رئيس النادي. فلذلك يعني هذا الفريق فريق عنده طموح عالي جدا منذ تأسيسه. ما يعني كل المدربين كانوا أجانب، استعان بمدربين 2 برازيليين، واحد إنجليزي واحد صربي. الآن المدرب الحالي هو جوزيف أومونغ كاميروني. هذا المدرب كان يدرب الفريق الكونغولي اللي احرز بطوله افريقيا، ليوبارد الكونغولي. كان هو المدرب ومعه كان النابي، لكن هو مهندس اداء ومستوى فريق ليوبارد. فالان هو استعان به بخريسه للاستعانه به في التدريب. فريق عنده نجوم مميزين، طبعا يمتلك غناء فضائيه خاصه. الفريق عنده مجموعه من اللاعبين معروفين. طبعا الان هو معاهم باسكال لاعب المريخ السابق. في 2 من اللاعبين الايفواريين كان واحد منهم الهلال كان يعني في فتره تسجيل باسكال واو للمريخ كان الهلال يريد ان يستجلب هذا اللاعب اللي هو كبري تشيتشي. لاعب مميز جدا، يرتدي الرقم 10 في وسط الملعب، وعنده شقيقه كبري بولو. الاثنين من ساحل العاج لعبوا في بطولة السكافة لما استضافوها في تنزانيا، وكانت دعوة موجهة لفريق ساحل العاج في الشان. فلذلك فريق هو ممتاز. لكن بالمقابل فريق المريخ طبعا يعني من أفضل الفرق اللي بدأت إعداد هذا الموسم هنا في السودان. فريق استعان بغارزيتو في وجود طبعا محسن سيد. الفريق عنده غير تقريبا في الهجوم، ويمكن كان عنده قوة ضاربة. المريخ حتى في الدوري الآن هو متصدر الدوري، وفي كل مباراة بيحرز عدد من الأهداف، أفضل هجوما ب8 أهداف. المريخ طبعا حيلاقي عزام، وإذا تأهل للمرحلة القادمة بإذن الله حيلاقي الغالب من أكاديمية ليدالوديك البورندي في الفائز مع في مباراته امام كابوس كورب الانغولي. بالجانب الاخر في كامبالا سيتي وكوزموس ديبافي الكاميروني، والترجي التونسي طبعا تاهل للمرحله القادمه. فريق المريخ زي ما قلت لك انه يعني سافر لهذه المباراه. يمكن الحديث عن إصابة طفيفة لعلاء الدين يوسف، كان واحد من أميز اللاعبين في وسط الملعب بالنسبة لفرقة المريخ بالذات في الأداء الدفاعي. فريق المريخ بيعاني صحيح في خط الظهر بعد إصابة بخيت خميس ومصعب عمر. الجناوي يعني استعان ببل جابر في الظهير الأيسر، وظفر كان في الأيمن، والريح وامير. لذلك يعني بعد المباراة اللي حصل فيها تعادل أمام الأهلي الخرطوم 2-2 بالرغم من تميز المريخ كان في والفرص الكثيرة اللي أتيحت للمهاجمين، لكن شفنا في مباراته الأخيرة أمام هلال الفاشر غير من طريقة لعبه. وغارزيتو معروف إنه دائما بيحب يلعب ب3 مدافعين وبيلعب 3-5-2 أو 3-4-3. هو مدرب يعشق الأداء الهجومي أكثر، وفي استراتيجيته الدفاعية كل اللاعبين هم مدافعين. في الوسط المريخ تقريبا عنده مجموعه من اللاعبين المتميزين في وسط الملعب، علاء الدين يوسف، رمضان، كوفي، واوكرا، بالاضافه للقوه الهجوميه المتمثله في بكر المدينه وعنكبه في فارغ السرعات اللي ممكن يكون هو نقطه تكتيكيه مهمه جدا في اداء المريخ هذا اليوم، بالاضافه لعوده طبعا تراوري.
فرقه المريخ دي لقطات مباراه المريخ الاخيره الوديه امام الشعله التي انتصر فيها المريخ ب5 أهداف، وجرب فيها بعض اللاعبين الذين غابوا عن المباريات السابقه. ومن بينهم تراوري عاد، واعتقد انه احرز هدفين في هذه المباراه او اكثر على ما اعتقد. المريخ طبعا يغيب عنه طبعا ايمن سعيد، شفناه كان في الصوره لكن للاصابه، ولاعب برضه من المؤثرين تكتيكيا. لكن المريخ اذا افترضنا انه هذه المباراه اللي سيلاقي فيها فريق عنده طموح عالي جدا، فريق عزام يفهم تماما نفسيه الفرق السودانيه، والمريخ واجه عزام في سيكافا الموسم الماضي، وفي رايي انه المريخ عنده قوه تتميز عن الفريق التنزاني. اول حاجه يعني عنده حارس مرمى ممتاز جمال سالم، كان في حديث في عن ادائه وكان في بعض التهاون في مباريات الاولى، لكن طبعا المباريات الافريقيه شكلها مختلف. وسط الميدان المريخ عنده وسط ميدان ممتاز، لكن القوه الهجوميه بالنسبه لفريق المريخ هي ممكن تكون نقطه الانطلاق في هذه المباراه. يعني اذا افترضنا انه المريخ تعرض الى ضغط هجومي من قبل فرقه عزام، وده وارد في هذه المباراه لانه الفريق بيلعب في ارضه، حيكون عنده صيغه اكبر، وبالتاكيد يعني حيحاول يعزز موقفه في مباراه الاياب اللي حتلعب في استاد المريخ، بالتالي حيبحث عن احراز الاهداف في وقت مبكر. طيب اذا تركت المساحه، يعني عزام لما يبحث عن احراز الاهداف حيكون اكثر تواجدا في وسط ملعب المريخ، بالتالي المسافه بين اخر مدافع لفرقه عزام وحارس المرمى حتكون مساحه كبيره، يمكن ان يستعين فيها يستعين ببكر المدينه وعنكبه الاثنين معا، او احدهما في الاستفاده من المساحات وباستفاده من السرعات اللي بيتميزوا بها. يعني جارزيتو اذا لعب على الهجمه المرتده عن طريق بكر المدينه وعنكبه ممكن يكون اداء المريخ بشكل افضل، وفقط تبقى المشكله في كيفيه ترجمه الفرص اللي بتتاح لبكر المدينه وعنكبه في ظل وجود احد المهاجمين. نعم. بالنسبه لفريق الخرطوم الوطني هنالك مساعي جاريه ومفاوضات بين تلفزيون السودان ومجلس إدارة نادي الخرطوم الوطني لنقل المباراة على الهواء مباشرة إن شاء الله عبر تلفزيون السودان. نتمنى أن تتكلل هذه المساعي بالنجاح بعد أن وجدت الهيئة هيئة الإذاعة والتلفزيون تجاوب كبير من مجلس إدارة نادي الخرطوم الوطني. نتمنى أن تتكلل هذه المساعي بالنجاح ويتم نقل هذه المباراة. تمنياتنا لفرقة مريخ السودان بالخروج بنتيجة إيجابية في لقاء الذهاب خارج الأرض بتنزانيا أمام عزام التنزاني، حتى تسهم هذه النتيجة الإيجابية في تأهل المريخ إن شاء الله من خلال لقاء الإياب بأم درمان بعد أسبوعين من الآن إن شاء الله. بعد هذا الفاصل نتحول إلى الهلال ومشاركته في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم. لراجي لبيلا جابر لراجي ومحاولة مرور، نعم مرور راجح، وراجي مرور ناجح للمرة الثانية، يمرر داخل منطقة الجزاء، فرصة كبيرة، راجي يا راجي الهدف الثالث للمريخ من اليافع راجي عبد العاطي في لوحة مهارية، ولا أحلى ولا أجمل ولا أروع ولا أحسن من كده يا راجي. من على الناحية اليمنى جملة تكتيكية لعبت من بلة جابر لراجع عبد العاطي، استغلال كبير للمهارات من راجع عبد العاطي. شوف راوغ الأول ودخل منطقة الجزاء، وراوغ الثاني اللي هو المحترف بول كوليبالي بلعبة واحدة، راوغ الثالث أو الرابع وحارس المرمى عبود ولعب الكرة في المرمى. هلال السودان واصل تحضيراته لاستضافة KM الزنزباري في ذهاب تمهيدي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم مساء بعد غد الأحد باستاده بأم درمان. وصل فريق KM إلى السودان لملاقاة الهلال في هذه المباراة. كابتن محمد عاطف حديث حول هذه المباراة. طيب بالنسبة للهلال طبعا حيلاقي فريق إدارة مكافحة المخدرات في زنزبار. الفريق بالنسبة للهلال هو طبعا فريق يعني
ممكن نقول ما في معلومات كافيه عنه، برغم انه هو يعني في بطوله مشتركه بينه وبين موتيما بيمبي وبين مازيمبي وعزام كانت في الفتره الماضيه. كنت اتمنى انه الناديين الهلال والمريخ كانوا يعني بتعسوا من اجهزتهم مناديب فنيه مدربين لمعرفه معلومات فنيه عن الفرقتين. بالنسبه للفريق الزنزباري، فريق هو فريق صغير خبرته قليله، لكن شارك يعني في الفترات الاخيره، يعني منذ 2005 كان شارك في دوري الابطال، خرج من التمهيدي امام توسكر الكيني، تهزم في المباراتين، وفي 2011 خرج برضه امام موتيما بيمبي الكونغولي، برضه تهزم في المباراتين. لكن بالمقابل فريق الهلال صراحه هذا الموسم بالرغم من الضجه اللي صاحبت التسجيلات، يمكن البدايه كانت امام اهلي شندي كانت تعادليه مخيبه للامال، بعدها ايضا جاء تعادل في الاسبوع الثالث امام الخرطوم الوطني. الهلال كان بيعاني من مشكله حقيقيه يعني في اصابات لاعبين مؤثرين في الفريق، اللي هو الظهير الايسر بوتاكو، وقلب دفاع جديد، كذلك في الهجوم اللاعب كيبي ومحمد عبد الرحمن. سيمبو كان اعداده ما كان مع المجموعه، عمل اعداده متاخر في الخرطوم، ما سافر مع فرقته، فلذلك بنلقى انه المدرب تحدث يعني عن المستوى المخيب بالنسبه له، بقول انه الفرقه مفترض انها تكون يعني متخيل انه يلقى افضل من كده، لكن بيعتز بانه حتى الان الهلال لم يتقبل هدف في الدوري، لكن المستوى ما مشجع يعني ما محفز بالنسبه للجمهور، بالرغم انه كنا بننادي انه الهلال سيعاني في بدايه الموسم ويحتاج للصبر من الاعلام ومن الجمهور. ليه؟ لانه فريق لما يكون في مجموعه يعني من الاساسيين، فريقنا بنغير جرده في الاساسيين اللي كانوا موجودين في طيله يعني اكثر من 7 مواسم متتاليه، فيحتاج يعني لتجديد، يحتاج لصبر. وفي مشاكل كانت في التجهيزات البدنيه بالنسبه للاعبين، اثرت في المستوى جاهزيه اللاعبين والاصابات، فلذلك يعني المدرب يحتاج الى يعني بينظر للجمهور، ينظر للاعلام بانه يعني الفريق محتاج للتشجيع، محتاج لدعمكم اكثر في هذه الاوقات الحرجه اللي يعني ممكن نقول الهلال محتاج اكثر لجمهوره مما مضى. فلذلك مباراة اليوم او مباراة الهلال طبعا حيلعب في الاحد القادم، ومطالب برضه بكثير من الحذر، لانه المباراة الاولى في ملعبه كما هو الحال بالنسبة للخرطوم الوطني، والناس ما تنظر لكي ام الفريق الزنزباري انه هو فريق صغير وطموحه عالي وغيره، والهلال افضل منه، تاريخ لا يرحم يعني في البطولات الافريقيه. تقبل الهلال بهدف في اي وقت ممكن ياثر على العامل النفسي بالنسبه نحن عندنا الكاميرا تابعت هدي معنا التدريبات الاخيره للهلال، تفضل واصل. يعني فلذلك يعني النقص العددي والجاهزيه البدنيه للاعبين هي اللي اثرت على مستوى فريق الهلال، يبقى بالتالي ده دور الاعلام ودور الجمهور والاداره اللي مفترض انها تهيئ كل الاجواء. ممكن نقول انه الهلال عنده لاعبين صغار زي اطهر ووليد، صحيح انه قدموا مستويات كبيره مع الفريق في الدوري، وده ما يمنع انه الاستعانه بهم تكون حاضره يعني في هذه المباراه. صحيح انه هي مباراه تكون افريقيه، مباراه دوليه، لكن يعني في وجود اطهر ووليد اللي قدموا اصلا مستوى كبير وكان بيلقوا تشجيع، الان هم محتاجين للجمهور. طيب الجمهور يبقى يعني لما يشجع مساوي سيف مساوي بالرغم من خبرته الكبيره، لما يشجع سيمبو هو بيشجع اطهر وبيشجع وليد، فلذلك انا في رايي انه هذه المباراه هي مباراه جمهور في الاساس بالنسبه للهلال. وممكن يعني يكون في شكل مغاير
بالنسبه للاعبي الهلال في هذه المباراه، لانه خبرتهم برضه طويله، لكن مطالب فريق الهلال بانه يكون حذر. الهلال يمتلك حارس مرمى مميز للغايه، من افضل الحراس في هذا الدوري، في دوري السودان الممتاز. الهلال يعني شفنا المباراه الماضيه كانت مخيبه الامال، لكن كاريكا اللي احرز هدف ممكن تديه الثقه اكثر. الشغيل ما الشغيل، لكن برضه تدريجيا ممكن يعود للاجواء التنافسيه. زي ما قلت الهلال محتاج لجمهوره في هذه المباراه، وان شاء الله الانديه الثلاثه تعود بنتائج مميزه تساعدهم في الوصول للمرحله القادمه. ان شاء الله بالتوفيق لهلال السودان في استهلاليه مشواره في دوري ابطال افريقيا لكره القدم، حينما يستضيف KM الزنزباري مساء بعد غد الأحد باستاد بمدرمان، ونتمنى يحقق نتيجة كبيرة حتى تسهم وتساعد قبل لقاء الإياب هناك. فاصل ثم ندخل إلى فقرة أخرى. مشوار هجومي من محمد أحمد بشير، هيثم مصطفى رائعة إلى محمد أحمد بشير، كاريكا هدف هلالي، روعة هلالية، مدثر كاريكا يرقص على أرقام المزيكا ويسجل رقصة مع سادومبا، روعة مع الهلال. تحولت هلالية، أسرع يا كاريكا، أسرع يا كاريكا، انطلاقة من جانب كاريكا، كاريكا يحاول المرور، يدخل منطقة الجزاء، يسدد كورة حلوة حلوة، جول هلالي، سادومبا 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 سادومبا. بالتوفيق لأنديتنا الثلاث في المشاركة الأفريقية إن شاء الله. نطوي الصفحة الأفريقية، ندخل إلى التنافس المحلي. بطولة السوداني للدوري الممتاز وصلت إلى الأسبوع الرابع، والآن نحن مقبلين على الأسبوع الخامس بمشيئة الله. كابتن محمد عطا، الأسبوع الرابع انتهت مبارياته وتغير الترتيب بعد هذا الأسبوع. طيب بالعودة لدوري السوداني الممتاز، الأسبوع الرابع زي ما ذكرت إنه الهلال الفاشر خسر مباراته أمام المريخ. أهل الخرطوم فاز على أهل شندي 2-0، واحدة من مفاجآت الأسبوع. برغم من تميز أهل الخرطوم، المريخ كوستي فاز على الأمل عطبر 2-1، والهلال الخرطوم فاز على هلال كادوغلي 1-0. ثم الرابطة كوستي فازت على الخرطوم الوطني 1-0 في قمة الأسبوع. المباريات الكبيرة، المرغني كسلة والنسور والأهلي مدني والهلال وبيض تعادل 0-0. الملاحظ انه في هذا الاسبوع يعني قلد عدد المباريات اللي انتهت بالتعادل، يعني كل المباريات الاسابيع الاولى، الاسبوع الاول 3 تعادل، الثاني 4، الثالث 3، الاسبوع الرابع كان فيه تعادلين وفيه 5 فوز. لكن الظاهر انه عدد الاهداف قل من كل الاسابيع، يعني يمكن ده الاسبوع الاقل من ناحيه تهديفيه، فيه 6 اهداف في الهوم و3 اهداف خارج الارض. 9 اهداف هي نسبه قليله جدا، هي الاقل حتى الان في الدوري. طبعا عدد الاهداف حتى الان هو 44 هدف. الترتيب زي ما انت ذكرت كان الترتيب تغير هذا الاسبوع نتيجه المباريات، طبعا النتائج اللي حدثت. المريخ ما زال هو في المركز الاول برصيد 10 نقاط، والهلال في المركز الثاني برصيد 8 نقاط. طبعا في الدورة الثانية كان في كثير من الأندية مشتركة في 5 نقاط مع الهلال.
الآن كل الأندية اللي كان عندها 5 نقاط خسرت مبارياتها، يعني كل الأندية تكلمنا عنها الموسم الهلال البيض لم يخسر، تعادل. لا، هلال البيض كان عنده 4 نقاط عشان كده بقى 5، لكن أهلي شندي والخرطوم الوطني الاثنين كانوا عندهم، ومريخ الفاشر هو في الراحة بالتأكيد. ده سبب في انه ما يشاركوا الهلال في 8 نقاط. فعندنا الاهلي الخرطوم واهلي شندي ومريخ الفاشر، هلال البيض والخرطوم الوطني والرابطه كوستي ب5 نقاط. هلال كادوغلي والمرغني كسلا والامل عطبره ومريخ كوستي في ب4 نقاط. طبعا كلهم لعبوا 4 مباريات. النسور وهلال الفاشر ب3 مباريات عندهم 3 نقاط، والنسور ظاهره غريبه حتى الان، لا يكسب ولا يخسر، كل المباريات انتهت بالتعادل. اهلي مدني في المركز الاخير بنقطتين، مركز 15. فبنلقى انه فريق المريخ في مركزه الاول لم يتراجع. الاسبوع الماضي كان في المركز الاول، لم يخسر، افضل هجوم ب8 اهداف، وخارج الارض فريق المريخ يفوز دائما. فريق المريخ هو الوحيد اللي بيفوز خارج ارضه، يعني حتى الان في فوز خارج الارض فقط في مباراتين هو لفريق المريخ امام مريخ كوستي وهلال الفاشر. الهلال في هذا الاسبوع يمكن يعني تقدم للمركز الثاني، كان في المركز الثالث. الهلال طبعا افضل دفاع بدون اهداف، خارج ارضه الهلال جمع نقطتين، لا يفوز ولا يخسر. الهلال في ارضه دائما بيفوز، لكن لا يحرز الاهداف خارج الارض. بالنسبه للاهلي الخرطوم يمكن من افضل الفرق المتطوره في النتائج، لانه من المركز 12 استطاع انه فريق الاهلي الخرطوم انه يتقدم للمركز الثالث بعد فوزه على اهلي شندي. يمكن يعني تحليه فرصه كبيره في انه يصل للمركز الثالث. فريق الاهلي بدا بهزيمه ثم تعادلين ثم فوز. اهلي الخرطوم ايضا لعب مع فرق المقدمه، لعب مع المريخ، لعب مع اهلي شندي، ولعب مع مريخ الفاشر اللي كان من الانديه المنافسه على المراكز الاربعه الاول او المركز الرابع بالضبط. ده اول فوز له كان في الاسبوع الماضي. فريق الاهلي الخرطوم في المباراتين الاخيرتين دائما بيحرز هدفين. بالنسبه للاهلي شندي هو الخاسر الاكبر في هذا الاسبوع بعد ان خسر مباراته امام اهلي الخرطوم 0-2. اهلي شندي من افضل الفرق، عنده عناصر متميزه جدا، كل الناس بتعول على فرقه اهلي شندي. دي اول خساره له. اهلي شندي عنده عدد كبير جدا من الاصابات حدثت، اعتقد انه لكن اتخاذهم لقرار سليم في وقت سريع ممكن يكون له تاثير ايجابي على الفريق، اللي هو الاستعانه بمدرب برازيلي في الاسبوع القادم. فريق اهلي شندي استاذ رضا عنده يعني في ارضه لا يقبل اهداف، لكن في نقطه يعني نتحدث عنها كان في الاسبوع الثالث بالنسبه لاهلي شندي في مباراته الاسبوع الثاني امام الرابطه كوستي. اهلي شندي محمد كوكو احرز هدف في الثاني 24، هو يعتبر اسرع هدف حتى الان في الدوري. كان اسرع هدف مسجل باسم فيصل عجب ب 29 ثانيه اعتقد، والان محمد كوكو نجم اهلي شندي. لكن للاسف محمد كوكو اصيب في مباراه اهلي شندي والاهلي الخرطوم بكسر، واعتقد انه دي خساره كبيره للدوري. يعني لاعب من افضل اللاعبين الان. اهلي شندي عنده هيثم مصطفى بقدم مستوى كبير مع الفريق، صحيح في معاناه في وسط الميدان، نتمنى انه يعود بقوه. طيب تكلمنا عن المريخ والهلال واهلي الخرطوم. اهلي شندي نريد ان نتكلم لا نريد ان نتحدث عن كل فريق على حده، لكن نتكلم عن الخرطوم الوطني باعتباره انه ممثل السودان في البطوله الافريقيه. طيب مريخ الفاشر في مركزه كما هو، هلال وبيض ايضا في مركزه بالرغم انهم يعني لعبوا 3 مباريات فقط. بالنسبه للخرطوم الوطني ايضا تراجع مستواه من المركز الرابع، الان هو في المركز السابع والسابع الآن. والمركز السابع مشترك مع في المركز السابع بالضبط. الخرطوم الوطني صراحه تعادلين في الاسبوع الثاني والثالث مع اهلي مدني واهلي الخرطوم وخساره، بالتالي هو في 3 أسابيع متتاليه جمع نقطتين فقط. فريق الخرطوم الوطني عنده مشكله، ومشكلته طبعا احنا تكلمنا عنها قبل كنا بنتكلم عن البطوله الافريقيه، انه في التهديف بالرغم انه من افضل الفرق
اداء هو فريق الخرطوم الوطني، ومن ناحيه جاهزيه بدنيه. طيب مباراه الاسبوع القادم، الاسبوع الخامس تنطلق يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله. طيب بالنسبه لمباراه الاسبوع الخامس بنلقى انه النسور حيلاقي الاهلي مدني في مباريات التنافس فيها مهم جدا، وده طبعا في جدول الترتيب ممكن يعني نقول انها هي مباراه مؤثره، لانه النسور الخرطوم والاهلي مدني هم في مؤخره الترتيب. كذلك الامل عضبره والاهلي الخرطوم. الان الاهلي الخرطوم مطالب بانه يحافظ على المستوى اللي كان قدمه لنا في مباراه الاهلي شندي. الخرطوم الوطني سيلاقي مريخ كوستي، وفي رايي انه مباراه الخرطوم الوطني لانها حتكون بعد مباراه افريقيه، وهنا قد يعني يحصل تاثير لفرقه الخرطوم الوطني، لكن نتمنى انه يعود بسلام بعد مباراه باور ديناموس. مركز سابع مع مركز 12 فريق المريخ كوستي. هلال كادوغلي والرابط كوستي هي مباراه مركز ثامن ومركز تاسع، مباراه ملعوبه في كادوغلي. الاهلي شندي سيلاقي هلال الفاشر، والاهلي هلال الفاشر طبعا في المؤخره في مركز 14. هلال الأبيض سيلاقي الهلال الخرطوم. هلال الأبيض من الفرق التي لم تخسر حتى الان، يعني لعب 3 مباريات عنده تعادلين وفوز ب5 نقاط، وكذلك الهلال لم يخسر حتى الان في مبارياته الاربعه. اعتقد انها مباراه ممكن تكون مباراه مهمه جدا للفرقتين. هلال الأبيض حيلعب في الأبيض. المباراه الاخيره مباراه الجمعه حتكون بين المريخ ومريخ الفاشر، وبرضو المريخ حيكون عائد من مباراة تنزانيا، وممكن يكون لها برضو تأثير في شكل المستوى، لكن أتمنى أنه برضو يعود المريخ من تنزانيا بثقة ومعنويات عالية. نعم، المرغني كسل في الراحة. والمرغني كسل في الراحة هذا الأسبوع. نعم، أشكرك كابتن محمد عطا، شكرا جزيلا بعد أن رافقتني في الاستوديو التحليلي. نتمنى أن نتواصل في الأسبوع القادم إن شاء الله بعد أن تتحقق النتائج المرجوة إن شاء الله في البطولات الأفريقية إن شاء الله. إن شاء الله، وبالتوفيق طبعا للفرق السودانية. الدعوات لهم جميعا. الفرق اللي حتلعب في السودان الهلال والخرطوم الوطني، نتمنى أن الجمهور يكون حاضر بكثافة وينتبه أكثر للتشجيع إن شاء الله. فاصل ثم ندخل إلى فقرة الإمبراطور. هذا البرنامج برعاية سوداني. زيوت بترومين، الأفضل لأنها المصدر. أهلا بكم من جديد في عالم الرياضة برعاية السوداني وزيوت بترومين. أهلا بخبيرنا فيصل سيحة. مرحبا أخونا رضا. والحقيقة بداية عاوز أهني ولدنا وابننا الحكم الدولي المساعد وليد محمد أحمد، الحقيقة اللي شرف السودان. نعم، هو الوحيد اللي كان في نهايات افريقيا. نعم، وانا الحقيقة دي فرصة، يعني وليد دي تاريخ ميلاده اتكتب خطأ وترفع للاتحاد الدولي، اتزاد عمره يا 3 يا 4 سنين. دي فرصة اخواننا في الاتحاد العام يخاطبوا الاتحاد الدولي عشان ما يصححوا تاريخ ميلاده. الكلام ده لسنوات. وليد ده عنده فرصة يشارك في كأس العالم، لكن بتاريخ ميلاده ده الآن المسجل له ده ما خطأ منكم انتم، كنت انت في اللجنة. ما أنا الله يرحمه عمنا الحاج هاشم وليست أنا رحمة الله عليه، هو طبع التاريخ خطأ. نعم. وطبعا أنا ما بوقع سكرتير الاتحاد على الاستخبارات فما شاهدتها. فبقول له مبروك أخونا وليد، وإن شاء الله عايزين نشوفك في كأس العالم القادم بإذن الله. إن شاء الله. معه أخونا الفاضل إن شاء الله. إن شاء الله. ومعه مزيد من الحكام إن شاء الله. إن شاء الله. الشباب. مجموعة من الشباب. أيوة الشباب. مجموعة كبيرة من الشباب. اتفضل، أنت كنت طارح سؤال. أنا طارحة طبعا السؤال بتاع الحلقة اللي فاتت، والآن حنستضيف بعض الحكام الدوليين، وحنبدأ بالحكم الكبير اللي هو عبد الرحيم إبراهيم على ما أعتقد. نعم، معنا من يا أخوانا في الكنترول. أنا ما سامع أي حاجة. معانا شخصي معانا. منو، عباس ولا عبد الرحيم؟ طيب شوفوا بس عباس، ونحن بنذكر بالسؤال. السؤال كان بيتحدث عن اللي هو الحكم
عنده هو الميقات الوحيد. حدثت حادثتين قال في تنبول وفي جنيد على ما اظن. نعم الجنيد. انه الحكم انهى المباراه قبل وقتها، وهو سجل انه الوقت يعني كامل، رغم انه الحكام المساعدين والحكم الرابع والمراقب كان بيقول المباراه دي ناقصه. فنحن خبيرنا فيصل صيحه طرح السؤال ده لخبراء عشان نشوف يعني الماده الخامسه الفقره الخامسه بتقول الحكم هو الميقات الوحيد، لكن احنا بدنا نشوف هل الحكم من حقه ينهي المباراه قبل وقتها الكافي ويكتفي تقرير انه هي انتهت؟ يعني ده شخص يمكن يغير مسار مباراه كامله، رغم انه المراقب الفني والحكام المساعدين والحكم الرابع ممكن، لكن في النهايه الحكم هو قرار نهائي وهو الميقات الوحيد حسب الماده الخامسه الفقره الخامسه. نحن بنعمل في بعض الاتصالات ببعض الحكام ودارين نشوف معانا منو من الحكام. معنا عباس جميل. اخونا عباس جميل السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة. أخونا رضا ازيك؟ مرحبا بك. يلا نحن دايرين باختصار نشوف الكلام طرحه الخبيرنا فيصل صيحة ده. طيب يا أخي عبركم، أول حاجة بهني يعني ولدنا وابننا وأخونا وليد للمستوى الرائع اللي قدمه في نهايات الأمم الأفريقية، ونتمنى المزيد له ولأخوانه والحكام الدوليين إن شاء الله. وعبرك برضه بحيي كل الأخوة الرياضيين الذين دائما يعني تابعوا برنامجكم الشيق الجميل. يديك الصحة ولا الحاجة النقاش في هذه الثغرة بخصوص ما ذكر أنه هذا الحكم أنهى المباراة وهي ناقصة 5 دقائق. واضح جدا أنه في القانون هو قال الحكم يمثل هو الميقات الوحيد واللي بيسجل كل احداث المباراه. فبالتالي معناتها نحن لما نبقى هنا معناته هو زول القانون ده ما ادى اي شخص غير الحكم هو الزول. طيب اخونا عباس، اخ عباس اختصارا، طيب معروف انه الحكم هو الميقات الوحيد، الماده الخامسه الفقره الخامسه بتتكلم عن النقطه دي، لكن دارنا نشوف رايك انت، يعني هل اي حكم ممكن ينقص المباراه 10 دقائق ويكتب في تقرير انه المباراه اكتملت حسب ساعه ويقبل قراره وتقريره والمباراه على كده يعني تكون خلاص انتهت؟ نحن دارين نصل لراي ناخذ اراء فريق يضار يعني من الحكايه دي. تفضل عباس. يا اخونا رضا والسيد الخبير فيصل، القانون ده اعطى الحكم الحق في انه هو الميقات الوحيد. انت قلت بلاد بنفسك، اذا فيما يتعلق بزمن المباراه هو ما في قوه ثاني الا الحكم شخصيا هو يكتب في تقريره انه والله انا اخطات في زمن المباراه. طيب لو ما كتب الكره يا عباس هو لو ما كتب الكره ناقصه مثلا 7 8 9 دقائق وما كتب، يقبل كلامه ده يا عباس؟ يعني بمعنى انه يقبل كلامه لانه هو ما دام هو الميقات الوحيد هو يقبل كلامه، ما في قوه في الدنيا بتغير التقرير ده ما لم يتراجع هو شخصيا. شكرا اخونا عباس، اشكرك جزيل الشكر. يقبل كلامه ده اخر حديثك انت ده، قال يقبل كلامه. نعم. كلام قرار الحكم او تقرير الحكم يقبل. نعم. حتى لو كتب هو انه المباراه ناقصه. لا هو ما لا لو كتب انه المباراه مكتمله وهي ناقصه خلاص هو يقبل حسب رايه نهائي، وبالتالي يعني حسب لا يؤثر في قانونيه المباراه حسب القاعده. لا يؤثر في قانونيه المباراه ده. نعم. حسب رايه هو. ونحن بنحاول نتواصل مع الخبراء الاخرين اخواننا في الكنترول يشوفوا لنا منو الخبير الثاني المنتظرنا عشان نتكلم عنه. الخبير نعم يعني النقطه دي تحديدا هي حتاخذ مننا زمن، حتاخذ مننا اراء كثيره لما لازم احنا نتواصل. لكن انا داير اسالك انت السؤال. نعم. فرضنا احنا كلنا اتفقنا وبخبرانا اتفقنا انه الحاجه دي خطا في القانون. نعم. انه الحكم المفروض ما يكون الميقات الوحيد. نعم. انتوا حتعملوا شنو؟ ما هو انا ما داير احرق لا انا ما داير رايك في النقطه دي، انا داير نشوف خطواتكم القادمه شو اذا اتفقتوا كلكم. هل ممكن تتفقوا؟ لانه ملاحظ انه الحكام دي كلهم ما بيتفقوا. قد ما نتفق. الناس دي كلها ما بتتفق. لا اظن قد ما نتفق، فكده خلينا ما نسبق الحوادث. كويس نشوف. نشوف كويس. في شخص عايز اقول انه اتصل بي الاخ السير محمد سير، ده مقيم في السعوديه، ولما سمع الحلقه دي اتصل بحكم سعودي اسمه راشد بيلعب في الدوري الممتاز، سالوا رايه
وهو قال لي انا يا اخي انا هاخذ راي رئيس لجنه الحكام في السعوديه، الاسم راح علي حسا معلش. المهم انه اتصل برئيس لجنه الحكام في السعوديه، وكان رايه وراي الاخ الحكم راشد انه قرار الحكم فيما يتعلق بالزمن نهائي. نعم. طيب معنا خبيرنا عبد الرحيم ابراهيم الحكم الدولي المتقاعد. السيد عبد الرحيم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يديك العافيه. عبد الرحيم ده طبعا هو عمل في اتحاد الخرطوم، عمل في اللجنه المركزيه كسكرتير وكده. نعم. يلا اخونا عبد الرحيم، انت عارف النقاش بيدور حول شنو؟ ايوه نعم. يلا نحن دايرين باختصار رايك انت. سامع مواكب طوالي. الحقيقه لو سمحت لي باختصار سمحت لي في القانون الخامس لو 5 decisions of the referee، قرارات الحكم. The decision of the referee regarding facts connected with play, including whether or not a goal is scored and the result of the match are final. اخونا عبد الرحيم دي القانون بتاع كرة القدم المادة الخامسة. ايوه نحن دايرين رايك انت. الحكم ده هل قراره نهائي ولا ما نهائي؟ يلا دايرين نعرف رايك انت. ده القانون قال الحكم فيما يتعلق بالحقائق المتصلة باللعب والطقس وتسجيل الهدف من عدمه ونتيجة المباراة نهائية، ما عدا ذلك غير نهائية بما في ذلك زمن المباراة. ليه؟ لأن المباراة طيلة الشوطين حتى فرصة الراحة يرصد من كل الأطراف، الحكم الرابع، المساعدين، المراقب، حتى الإداريين والجمهور يرصدون زمن المباراة لصالح أن يتم تحسبا لأخطاء الحكام. نعم نعم. وبالتالي إذا كتب الحكم الرابع ومراقب المباراة وتوافق تقريره مع شهادة المساعدين بنقص من المباراة، يؤخذ الحكم في ذلك وتعاد المباراة للعدالة. حتى لو الحكم كتب انه زمن مكتمل حسب ساعته هو؟ حسب ساعته. اذا كان ذلك شهدوا الحكم الرابع لو كتب في تقريره ومراقب المباراة كتب انه الزمن ناقص مع شهادة المساعدين، طوالي يؤخذ الحكم في ذلك وتعاد المباراة للعدالة. نعم. اشكرك اخونا الحكم. انا احكي لك قصة. انا مريت بنفس التجربة دي قبل كده في السبعينات ونحن في ابواب الدرجة الثالثة. انا كنت بلعب في مباراة بين الجهاد وحي العرب في ليج الخليفة ام درمان، وبدون ما اقصد نقص الزمن 5 دقائق بشهادة المساعدين، وقمت كتبت الكلام ده في التقرير بتاعي واستدعوني في اللجنة، وكان رئيس اللجنة المرحوم الاستاذ احمد جنديل. المرحوم جنديل قال لي يا عبد الرحيم انت لو ما كتبت الحاصل بالضبط انه زمن ناقص نحن كنا وقفناك 3 شهور، لذلك انت كتبت الحقيقه وقلت الحقيقه حنوقفك شهر. نعم. اشكرك خبيرنا عبد الرحيم ابراهيم. شوف اختلفنا كده، بدت الاختلافات. نعم. كل الناس كانوا بيتكلموا عن انه قرار الحكم نهائي في حتى في التوقيت، ما عدا اخونا عبد الرحيم. عبد الرحيم قال في اي حاجه قراره نهائي، ما عدا ما ذكر، قال في القانون ذكر انه هو حالات تقديريه للحكم وقراره فيها نهائي، قال ما ذكر التوقيت، ما ذكر الزمن، ما ذكر انه في الزمن قراره نهائي. نعم، ما هو قال تعاد المباراة، قال ما نهائي، وضرب مثل بحاله بتاعته هو ما معناه لا يقبل قراره في الحالة دي. إذا جات تقرير الحكم الإفادة جات من المساعدين أو الحكم الرابع، المراقب الفني ما هو مشارك في المباراة، ولكن الأساس مساعدي الحكم والحكم الرابع. ديل لو كلامه مختلف عن حسب كلام عبد الرحيم الان انه أيوة. ما بياخذوا بتقريره، وقال بتعاد المباراه ويعاقب الحكم لانه ما كتب. بعد كده ان شاء الله في معانا تليفون ثاني، معانا خبيرنا الطاهر احمد عثمان. السلام عليكم خبيرنا الطاهر. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. مزاجك رايق وصوتك رايق. الحمد لله. الله يديك الصحه والعافيه. يلا نحن طرحنا، خبيرنا سيحه طرح السؤال ده، بدأت تختلف الآراء. المادة الخامسة، الفارة الخامسة معروف إنه الحكم هو الميقات الوحيد، لكن يا خبيرنا الطاهر أنا داير رأيك أنت شخصيا، إذا حكم نقص المباراة دي ما بين 5 ل 10 دقائق مثلا وكتب في تقرير المباراة مكتملة، أنت رأيك شنو؟ أول حاجة قراره، أول حاجة الناس حقه تفرق بأنه الحكم هو الميقات الوحيد، الحكم هو الميقات الوحيد في الزمن الأصلي أو الرسمي، ولكن إذا نقص هو ما ميقات وحيد، لأنه في 3 حكام آخرين هم عندهم وجهة نظر
لازم ياخذ منهم الزمن، ولازم يكون اتاكد انه الزمن ده انتهى تماما. يبقى هنا قراره ما فاينل. ونحن عندنا في غلط فهم انه يقول لك قرار الحكم نهائي، ولكن احنا نقول قرار الحكم نهائي فيما يتعلق بالوقائع الحقيقيه المرتبطه بالمباراه او بنتيجه المباراه. فهل نقص الزمن دي واقع حقيقيه ولا ما واقع؟ اذا يبقى هنا ده قرار ما نهائي. هو اتخذ قرار بنهايه المباراه، انتهى الموضوع. ولكن بيحصل انفستيجيشن، نحن بكلينا بنجيب الناس المناطقون انه يكون عندهم شيء معاه في الزمن، حكام مساعدين زائد الحكم الرابع زائد مراقب المباراه، واذا اثبتوا انه هذا الزمن ناقص 5 دقائق الكوره دي بقرار الاتحاد الدولي يقول لك المباراه يعني اللي انتهت قبل زمنها تلعب او تعاد الا اذا كانت شروط المنافسه ومن غير ذلك. نحن عندنا هنا في الماده 84 من القاعده العامه ان اذا الكوره انتهت لاي سبب من الاسباب قبل زمنها او كان في خطا بالشكل ده، فهذه المباراه يعاد ما تبقى من زمن المباراه بنفس اللاعبين الذين انتهت عنهم المباراه وبنفس حكم المباراه او طاقم التحكيم في اليوم الثاني. نعم، اشكرك خبيرنا الطاهر محمد عثمان. اشكرك جزيل الشكر. قبل ما نعلق خلينا نمشي لفاصل ثم نعود لنعلق او نشوف منو المعانا في الهاتف ان شاء الله. نمشي بالفطرة دائما نهتدي إلى ما يلائمنا، إلى الأفضل من المصدر. زيوت بترومين، الأفضل لأنها المصدر. اهلا بكم في عالم الرياضه بالرعايه السوداني وزيوت بترومين. اتفق خبيرنا الطاهر محمد عثمان مع الخبير عبد الرحيم ابراهيم بانه ما نهائي القرار بتاعه. هو قال انه بيتكلم عن حقائق نهائيه، يعني منحوه حقائق نهائيه. قال هل النقصان الزمن هو حقيقه نهائيه؟ تكلم عن كده. نعم، هو طبعا برضو انا ما داير اعلق حسه، لكن بقول انه هذا اجتهاد جيد من اخونا الطاهر ومن اخونا عبد الرحيم، ورايهم احنا نحترمه شديد جدا، ولكن نسمع غيرهم برضه. نعم. طيب نشوف حسين حماد، لو جهزتوا لنا حسين حماد. ده منو المشغول؟ صلاح؟ طيب الناس اللي بيحاولوا يتصلوا بصلاح بن محمد صالح تليفونه مشغول، ادونا حسين حماد لو جاهز. برضه نفس الحكايه، الاثنين السماء جاهزين. مع التليفونين بتاع حسين حماد. حسين حماد عنده تليفونين يا كنترول. حاولوا في الثاني. طيب يحاولوا كويس الثاني. وصلاح تليفونه مشغول. طيب برضه دي فرصه، في حادثه حصلت في كسله، اتصل بي الاخ ابو نور، ده رياضي كبير ومطبوع في كسله. حادثه حصلت العام الماضي، لكن بالضروره لازم نتطرق اليها. فرق درجه ثانيه اظن طرفها فريق اسمه النصر. الكره هجمه اتلعبت لمهاجم في موقف تسلل، خطا خطوه لقى الكره بعيده جدا منه قريبا من الحارس، وقف. المساعد طبعا رفع اشاره بيفيد بتسلل المهاجم. ما ابغى لك تواصل لانه حسين حماد في الخط. مرحب بيه. خبيرنا برضه حسين حماد الحكم الدولي المتقاعد من ود مدني. حسين السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله أخي رضا وكابتن فيصل. السلام عليكم. عليكم السلام. يلا أنت متابع معانا وعارف نحن الجزئية بتاعتنا، نحن دايرين نشوف رأيك أنت في إنه هل الحكم ده قرار نهائي فيما يخص التوقيت المباراة، إذا نقصها وكتب إنه مكتملة بيحصل شنو إذا بعد ذاك؟ دايرين نشوف رأيك أنت. مرحبا يا أخ رضا، إحنا حقه يعني نقرأ القانون الخامس يا اخ رضا مع الفقره الخامسه من القانون الخامس، اللي هي الحكم يعمل كميقاتي ويستوفي وقت المباراه كاملا، بفقره اخرى
بتقول يعني الحكم يدير المباراة بالتعاون مع الحكمين المساعدين والحكم الرابع متى ما كان ذلك ممكنا. نعم. وفي فقرة أخيرة بتقول يعني قرارات الحكم في الوقائع المتعلقة بالوقائع الحقيقية المتعلقة بالمباراة نهائية. الحكم في الحالة المذكورة في السؤال دي إذا كان يعني نهى المباراة قبل 5 دقائق وقال يعني هو كتب الكلام ده في تقريره إنه المباراة انتهت على زمن أنا بفتكر إنه هذا القرار ما نهائي. ليه؟ لأنه الحكام المساعدين هم ناس يعني فريق بتاع عمل بتاع مكلف بإدارة المباراة، الحكم عليه حسب ما كلفوا القانون بأنه يستعين بهم في إدارة المباراة. إذا عليه وكان عليه إنه يعمل بنصيحة حكام المساعدين دين ويستدعي الفريقين لإكمال المباراة عشان يستوفي زمن المباراة. إذا تعذر ذلك يكتب إنه المباراة إنه نقصت 5 دقائق ولم أتمكن من تكملة المباراة استيفاء زمنها عشان أحد الفريق إذا كان أحد الفريقين قادر الملعب لأي سبب من الأسباب أو لم يستطع الحكم باستعادة فريقين، الحكم يكتب إنه في تقريره إنه هذه المباراة لم تكتمل. نعم. أشكرك خبيرنا حسين حماد، أشكرك جزيل الشكر. هو أيضا اتفق. نعم. بيتكلم عن إنه أضاف حاجة جديدة إنه ده فريق عمل. نعم. حكام المساعدين والحكم الرابع هم فريق عمل متكامل. نعم صحيح. يعني ينصاع لآرائهم. خلينا الأسبوع الجاي برضو إن شاء الله إذا ربنا مد في العمر هنشوف برضو صلاح بن محمد صالح ونشوف غيره من الحكام حتى بعد ذاك نصل للنقطة النهائية إن شاء الله. أنت في حاجة ما قلتها الجمهور ده كله منتظرها، في تلفزة للدوري الممتاز الأسبوع الجاي إن شاء الله هيبدا بفعله ان شاء الله ان شاء الله اذا ربنا سهل واكتملت الامور ان شاء الله تتم التلفزه من الاسبوع الخامس ان شاء الله. بكده نكون وصلنا لختام حلقه اليوم. اشكرك خبيرنا فيصل سيحه. الاسبوع المقبل ان شاء الله لقاء جديد حتى الملتقى. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هذا البرنامج برعايه سوداني. زيوت بترومين الأفضل لأنها المصدر.